هذا الفيديو راح اشارك وياكم 4 اخطاء اغلبنا يسويها وهي تاثر على معدل البناء العضلي، وبالخصوص انا كنت اسويها. بدون كلام طويل خلونا نبلش الفيديو. شلون وياكم فاضل عباس من قناة فاضل فيت. اغلب المعلومات اللي راح اذكرها بهذا الفيديو والدراسات راح تكون مصادرها مذكورة اسفل الفيديو، فيعني الكلام اللي راح اجي ما جايبه من جيبي. تابع الفيديو للنهاية حتى تستفاد. اول خطأ عندنا اليوم العدات او الريبس. اغلب المشاكل اللي تصير عند اللاعبين انه يركز فقط على العدات الموجودة عنده بالكورس. مثلا مكتوب عنده 3 جلسات على 10 عدات بغض النظر عن اي تمرين، فيبقى طول الشهر يتمرن انه لازم يجيب 10 عدات، وهيجي ما راح يركز على التمرين ولا راح يركز على التكنيك بالاغلب، لانه كله باله انه لازم يجيب 10 عدات مثل ما مكتوب عنده بالكورس. بينما اغلب الدراسات بينت انه افضل رينج للعدات يكون بين 6 الى 12، وهذا الشيء راح يفعل عندنا 3 شغلات. اول وحده الميكانيكال تيشن او التوتر الميكاني، اي هو المقاومه المسلطه على العضله اللي تيجي نتيجه رفع الاوزان. ثانيا مسل دامج اللي هو الهدم العضلي واللي نحتاجه خلال التمرين. والنقطه الثالثه والاهم الميتابوليك ستريس اللي هو الجهد الايضي، اي نقل المغذيات في العضله. فالرينج بين 6 و12 راح يفعل عندنا ذن 3 بوقت واحد ويكون افضل شيء. فالافضل انه تخلي عداتك ما بين 6 الى 12 بحيث توصل الى الفشل العضلي. يعني مو لازم توصل 10، عادي توصل 8، بحيث الدفعه الثامنه او العده الثامنه تكون عندك هاي اخر شيء، بحيث ما تقدر تجيب عده ثانيه. فهنا تكون انت وصلت للفشل العضلي، العفو. وللاسف اغلبنا يخلط ما بين الفشل العضلي والالم اللي يصير بالعضله. الالم اللي يصير بالعضله هذا مو الفشل العضلي، هذا يصير نتيجة تجمع مادة اسمها اللاكتيك اسيد اللي ما تخلي العضلة بعد تتقلص وتنبسط. إذا حابين نسولف عن الفشل العضلي وشلون نعرف احنا وصلنا للفشل العضلي، فاكتب لي بتعليق وتدى الفيديو الجاي أو الفيديوهات اللي بعدها إن شاء الله راح يكون عندنا موضوع إنه شلون تعرف إنه وصلت للفشل العضلي أو لا. ثاني خطأ هو حجم التمرين المناسب. للأسف أغلب لاعبينا ما يعرف بالضبط شنو حجم التمرين المناسب لجسمه، وهنا أقصد بحجم التمرين هو عدد السيتات لعضلة معينة خلال الأسبوع. بس لازم ننتبه إنه حجم التمرين يكون مختلف من شخص إلى آخر. مثلا الشخص إذا كان مبتدئ متقدم أو محترف، هنا حجم التمرين يختلف. عندنا النقطة الثانية التغذية، هل تغذية اللاعب ممتازة تعبانة؟ حجم التمرين راح يختلف مرة ثانية. النقطة الثالثة والأهم جينات اللاعب، هل يا ترى هو يبني عضل بسهولة أو لا؟ هنا أكيد راح يختلف عندنا حجم التمرين. النقطة الأخيرة نظام التمرين مالتك، عضلة بالأسبوع أو يتمرن العضلة مرتين أو يسوي مثلا نظام بوش بول ليكس أو يسوي نظام الأبر بودي لور بودي، فهنا حجم التمرين راح يختلف اختلاف جذري. بس حتى تكون عندنا قاعدة نمشي عليها شلون تعرف حجم التمرين عندك وعلى أساسه تبلش تقلل أو تزود. أولا دراسة أثبتت مبدئيا العضلات الكبار يحتاج لها حجم تمرين بين 18 إلى 20 سيت بالأسبوع أو 20 جلسة، وأنت شو تسوي؟ تزيد هاي الجلسات حسب نقاط الضعف عندك ومع مرور الوقت، أو احتمال يحتاج تنقصها إذا كانت عندك هاي العضلة قوية فتقلل عليها حجم التمرين وزيد حجم التمرين للعضلة الضعيفة. أما العضلات الصغار فيكون حجم التمرين مالتها بين 8 جلسات الى 12 جلسه. يعني ما يصير تخلي الصدر 4 تمارين كذلك الترايسبس 4 تمارين بنفس اليوم. يعني عضله الصدر تكون كبيره تحتاج حجم تمرين اعلى، بس عضله الترايسبس تكون صغيره، ما يصير تحط نفس حجم التمرين. فمثل ما قلنا مبدئيا تحسب الجلسات اللي قلت لك للعضلات الكبار ما بين 18 الى 20 جلسه، والعضلات الصغار من 8 الى 12 جلسه، وكل 4 اسابيع تزود جلستين او جلسه حسب، وتشوف شلون راح يصير عندك التطور بين فتره وفتره الى ان توصل وتعرف حجم التمرين مناسب لجسمك. هسه نجي الخطأ رقم 3 واللي كنت انا دائما اوقع به شخصيا، اللي هو عدم الالتزام بنظام الضخامه. اغلبنا نريد دائما انه نصعد عضلات وبنفس الوقت تكون الشرايين والسكس باك موجوده، ومجرد ما بلشنا بالضخامه بعد شهرين اكيد اختفت السكس باك وطلعت عندنا شويه كرش وشويه دهون بالخصر. فهنا نضوج، انا عن نفسي كنت اضوج مباشره اسوي دايت، تروح الدهون ارجع بعد سنه اسوي ضخامه، شهرين وارجع اسوي دايت، وهكذا واظل بهذا الدائره. وهذا الشيء يصير ويا اغلب اللاعبين. فلازم نفهم شغله، انه اذا رايد تبني عضل فلازم تتحمل انه الجسم يبني شويه دهون، وهذا الشيء طبيعي، لانه الجسم حتى يبلش يبني عضل لازم يكون هاي السعرات مو بحاجتها. يعني تكون عندك شويه نسبه دهون، بس من نقصد تكون عندك نسبه دهون مو يعني كرشك طالع
مترين، لا تكون عندك نسبة دهون بسيطة مثل ما قلنا، شوية بالبطن شوية بالخصر، شيء صحي. فالجسم يضطر يتعامل ويا السعرات الزايدة بسبب نظام الضخامة ويبني بيه عضل، وهذا الشيء يحتاج فترة طويلة. يعني من تشوف نفسك اختفت 6 باك راحت الشرايين عادي، هذا جزء من نظام الضخامة، فلازم تتحمل طول فترة الضخامة اللي انت مخليها. فمثل ما قلنا لا تسوي اللي سويته انا، انه شهرين او 3 اشهر طلع لك كرش، سويت دايت راح الكرش ماكو عضلات ورجع تسوي الضخامة. التزم بنظام الضخامة، واذا انت انسان لاعب طبيعي فتكون الضخامة عندك يحتاج لها وقت، اقل شيء 8 اشهر، اطول شيء سنة ونص. لا تظل يوميا تسوي دايت تنشف وترجع انه تسوي ضخامه وترجع تسوي دايت، فالتزم بنظام ثابت. الخطا الرابع واخر هو عدم اكل السعرات الحراريه الكافيه، يعني اكلك يكون جدا قليل وبنفس الوقت تمرينك يكون عالي الشده، فهيج ما راح يصير عندك بناء، لان الجسم راح يكون بس بمرحله الهدم وما عنده طاقه كفايه حتى يستغلها بالبناء. حتى تحصل بناء عضلي لازم تكون السعرات الحراريه تاكلها اكثر من اللي يحتاجه جسمك. يعني مثلا اذا سعرات الثبات عندك 2500 سعره، فلازم تاكل 3000 سعره، بحيث يكون عندك زياده بالوزن بالاسبوع. يعني لازم توزن اسبوعيا او توزن يوميا بعد مزاجك كيفك، المهم لازم تكون عندك زياده اسبوعيه اقل شيء 250 غرام الى نص كيلو، او زياده شهريه بين الكيلو الى كيلو ونص. هيك راح تضمن زياده بالوزن وبنفس الوقت زياده بالعضلات وباقل نسبه دهون. اما اذا وزنت بعد فتره وشفت وزنك ثابت، هذا دليل على انه جسمك محتاج سعرات حراريه اعلى، فلازم تزيد الاكل. دائما الميزان هو مقياسك، اذا ما يزيد الوزن معناها المشكله عندك بالاكل، فلازم ترفع الاكل. بس مثل ما قلنا مو ترفع الاكل بحيث تزيد بالاسبوع كيلو، لا، اقل شيء بين ال 250 الى نص كيلو، وبالشهر بين الكيلو الى كيلو ونص، تكون نسبه جدا ممتازه، وهاي تكون تضمن لك انه تبني عضل وبنفس الوقت نسبه قليله من الدهون، بحيث تكمل على هذا الشيء اقل شيء سنه، وهيك تكون ضمنت البناء العضلي. اتمنى تكون الناس استفادت من الفيديو. اذا استفادت من الفيديو لا تنسى تسوي لايك وتكتب لي تعليق شنو رايك بالفيديو، افادك او لا، ونلتقيكم ان شاء الله في فيديو جديد. حياكم.